بص، انت دلوقتي طالع من امتحان الفيزياء، ممكن تكون انت حاسس ان انت تعبان ومكسر ومخنوق ومش عايز تذاكر تاني. بس خليني افكرك بحاجه، دي ثانويه عامه، مش امتحان واحد هو اللي هيحدد مستقبلك. اولا اللي جاي اهم بكتير. عندك اللي جاي الانجليزي عليه 60 درجه، يعني ماده تقيله ممكن ترفعك جامد في الترتيب وممكن تنزلك تحت الارض. فانا مش عايزك تركز في الفيزياء دلوقتي، انا عايزك تركز في الانجليزي. وخليني اقول لك تعمل ايه في الانجليزي خطوه بخطوه. هقول لك في الفيديو ده باذن الله التقسيمه بتاعت امتحان الانجليزي، وتعمل ايه في ليالي الامتحان، وازاي تتعامل مع سؤال القطع وتتعامل مع سؤال الترجمه. وهقول لك كمان تعمل ايه في الجرامر بتاع ال 12 يونت اللي عندك. يلا بقى بسم الله نبدا في الفيديو بتاع النهارده. ومش عايز اوصيك دوس لايك واشترك في القناه علشان الفيديوهات اللي هتنزل باذن الله بعد كده توصلك في ميعادها ومفيش حاجه تفوتك. بص، تقسيمه امتحان الانجليزي. امتحان الانجليزي بتاعك عليه 60 درجه، 7 اسئله منهم هيجوا عن الكلمات اللي واخده المنهج كله، كل سؤال منهم بدرجه، يعني 7 اسئله دول ب7 درجات. وهيجي لك كمان سؤالين عن الجرامر، كل سؤال بدرجه، يعني سؤالين بدرجتين. وهيجي لك كمان سؤالين عن السكيلز اللي هم الباراجراف، الايساي، الايميل، البنكتويشن، الحاجات دي، كل سؤال منهم بدرجه، يعني سؤالين بدرجتين. هيجي لك قطعتين، القطعه 8 اسئله، كل سؤال بدرجه، يعني القطعتين 16 سؤال ب 16 درجه. وهيجي لك 8 اسئله عن الجرامر تاني، بس كل سؤال بقى منهم بدرجتين، يعني عندك كده 16 درجه. وهيجي لك كمان 4 اسئله في الترجمه، كل سؤال بدرجتين، يعني عندك 8 درجات في الترجمه. نخش بقى على المقالي. بص، انت عندك سؤالين قصه مقالي، السؤال بدرجتين يعني 4 درجات في القصه، والسؤال المقالي الاخير هيقولك اكتب باراجراف، هيكون عليه 5 درجات، وده هيكون عباره عن 6 سطور انت بتكتبهم، هتجمعهم كلهم هتلاقيهم ال 60 درجه بتوعك. طيب تعالى بقى اقول لك تعمل ايه ليله الامتحان. بص، طبعا الوقت قليل، عشان كده انا بقول لك مش هينفع تذاكر كل حاجه، انت محتاج تشتغل صح وتركز في كل دقيقه، تستغلها صح. تمسك كده كل يونت عليك في المنهج وتبص على الكلمات بتاعته، تفتكر الكلمات المهمه اللي بتتكرر على طول في الامتحانات وبيتسال عليها في الامتحانات. وطبعا لو عندك ملخص او تجميعة كلمات اعتمد عليها، وخد بقى لفه سريعه على الازمنه كلها قبل ما تخش تحل. اعرف الفرق ما بين الكلمات اللي شبه بعض. وعايز مني، خش على قناه عبقري لغه، هتلاقيه منزلك ليالي الامتحان قويه جدا، او انجليشاوي، او فول مارك ان انجلش. بس قناه عبقري لغه انا شايفها بصراحه وافيه جدا. اسمع ليالي الامتحان بتاعها، يبقى انت عرفت هتعمل ايه في ليالي الامتحان. تسمع عبقري لغه، او قناه انجليشاوي، او قناه فول مارك ان انجلش، وانا شايف ان عبقري لغه احسنهم. طيب تعالى بقى اقول لك دلوقتي ازاي تتعامل مع سؤال القطعه. بص، انت هيجي لك دلوقتي قطعتين، اللي انا هقوله لك عشان تحل بيك قطعتين كويس. اولا، ما تسمعش كلام حد يقول لك ما تقراش القطعه وبص على السؤال، اقرا السؤال الاول وروح جيب اجابته من القطعه. يعني ازاي اقرا السؤال واروح اجيب اجابته من القطعه؟ انا لسه اصلا ما اعرفش القطعه بتتكون ولا بتتكلم عن ايه اصلا. فلازم تقرا القطعه، اقراها من الاول للاخر، شوف بتتكلم عن ايه، شوف الفكره العامه بتاعتها عباره عن ايه، ركز في الحاجات الاولى والحاجات الاخيره من القطعه. غالبا فكره القطعه بتبقى في الحتت دي، الحتت الاولى والحتت الاخيره. وبعد كده بص على الاسئله، هتلاقي الاجابه بتاعتها موجوده في القطعه. طالما قريت القطعه كويس وعرفت الفكره بتاعتها وسكبيت طبعا، او انت عديت الحاجات اللي انت مش فاهمها وما شغلتش دماغك بيها، هتعرف تلاقي الاجابه بسرعه. ولو لقيت كلمتين شبه بعض في الاختيارات، اختار اللي ليها علاقه واضحه بالجمله، وما تبصش للمعنى الحرفي، انا عايزك تبص للفكره. واهم حاجه في كل ده اللي انت ما تقعدش قدام السؤال كتير. السؤال واقف معاك اسكبه وارجع له بعدين لما تخلص الاسئله المهمه، علشان السؤال ده ما ياكلش من وقت الاسئله التانيه. وصلت كده؟ دي اهم حاجه، اللي انت تقسم وقتك صح في اللجنه، تدي كل سؤال وقت معين. خد اكتر من حقه، دخلت في مرحله الخطر كده، يبقى على طول خد بعضك وروح على الاسئله التانيه حلها، وبعد كده ارجع له في الاخر. طيب نخش بقى على سؤال الترجمه. تعمل ايه في الترجمه؟ بص، في الترجمه اهم حاجه توصل للمعنى، مش تحفظ الجمله. ما ينفعش تحفظ الجمله زي ما هي وتترجمها زي ما هي. يعني لو الجمله بالعربي حاول تبسطها في دماغك، وبعد كده تفكر ازاي تقولها بلغه مفهومه. يعني لو عندك كلمه صعبه ومش عارف معناها، ممكن تبدل الكلمه دي بكلمه سهله من عندك ماشيه مع المعنى، هتساعدك ان انت تختار الاجابه الصح. اما بقى من انجليزي لعربي لازم تقرا الجمله كلها، تشوف المعنى العام، وبعدين بقى بتبدا تترجمها من الانجليزي للعربي. وطبعا الترجمه من انجليزي لعربي بتبقى اسهل بكتير جدا من عربي لانجليزي. فالمهم في الترجمه عامه اللي انت ما تقعدش تضيع وقتك كله في ترجمه كل كلمه لوحديها، انت كده بتضيع وقتك. ركز ان الامتحان بيحب المعنى العام مش الترجمه الحرفيه. طيب تعالى بقى اقول لك تعمل ايه في الجرامر. عندك 12 يونت، كل يونت فيه الجرامر بتاعته. خش على القناه بتاعتي، هتلاقيني جوه حاطط لك ايه، لينك جروب التليجرام الخاص بثالثه ثانوي، الخاص بالثانويه العامه. هتلاقيني منزلك عليه ملخص جميل جدا، ملخص لل 12 يونت، الجرامر بتاع ال 12 يونت. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ ال 12 يونت، بدل ما تقعد تعمل ملخص وتضيع وقتك وتتعب نفسك، انا هبعتهم لك جاهزين. كل يونت في PDF لوحده، 12 ملف موجودين جوه. علشان تسمع الفيديو تخش على القناه بتاعتي على التليجرام، تلاقي الملخص، تفتح الملخص كده بشياكه، تلاقي كل حاجه باينه قدامك وواضحه، تحفظها على طول.
وتحل بيها. حلو كده؟ وسيبك بقى من امتحان الفيزياء والعربي، فكك منهم خالص، هم خلصوا وخلاص عدوا. خدها قاعده في حياتك كده، اللي فات ما تزعلش عليه، هو مات خلاص مش هيرجع تاني. تعالى بقى اقول لك على شويه حاجات تعملها، الحاجات دي هتشيلك في الامتحان. بص، لما تمتحن تاخد الورقه بتاعت الامتحان، ابدا بالاسئله السهله، الحاجات السهله اللي انت مذاكرها كويس جدا، ما تبداش بالصعب علشان تخش في مود الحل. وطبعا زي ما قلت لك، لو وقفت في حاجه سيبها وارجع لها بعدين، علشان السؤال ده ما ياكلش من وقت الاسئله التانيه. اوعى السؤال ده ياكل منك وقت الاسئله التانيه، علشان هو الامتحان مدته ساعات معينه، 3 ساعات مفيش غيرهم. وانا بقول لك اهو، المراقب مش هيصبر عليك صدقني. الساعه تيجي بالظبط 12 الا ربع هيقول لك يلا، هيقلقك حرفيا، هيشتتك. يعني كميه الرعب اللي بتحصل في الوقت ده، او قبل ما الورق ما يتسلم بربع ساعه، رعب حرفيا. وعايزك كمان تراجع كل الاجابات بتاعتك قبل ما تسلم الورقه، علشان في اجابات بتتغير قبل ما الورقه ما تتسلم. يعني وانت بتراجع كده في اجابات ساعات بتتغير، تكون انت ما خدتش بالك من حاجه، في حاجه كنت ناسيها وافتكرتها، فراجع كله. واخر حاجه عايز اقول لك عليها، ان لو جالك سؤال صعب مش عارف تحله، خلاص حاولت فيه ومش مش قادر خلاص تحله، افتكر دايما ان اللي حاطط السؤال ده بشر مش ملاك، فده انسان زيي وزيك. فباذن الله تعالى لو فكرت شويه كده في السؤال هتعرف اجابته. ممكن كمان تحله بالاستبعاد، ممكن كمان يجيب لك سؤال عام وتلطشه بالمنطق. وصلت الفكره؟ فاوعى تخاف وركز جدا 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 في اليومين دول. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، وباذن الله تعالى هنزل لكم الفتره دي اقوى الملخصات اللي ممكن تنفعكم باذن الله تعالى ويجي منها الامتحان. وزي ما قلت لك اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان مفيش حاجه تفوتك قدام. شكرا جدا ليكم، سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.